مقطوعه تاني من حازم امام، توصل سيلفان جاي، ياخد تاني تامر عبد الحميد، بابا ديوب ورا عمر داف. حاج ضيوف بيسقط كتير، احسن لعيب في افريقيا بعد منافسه عنيفه مع احمد حسام نجمنا ونجم منتخبنا الوطني ونجم مارسيليا الفرنسي. لوائل الاباني في اول مشاركه دوليه ليه، سيد عبد الحفيظ كان بيشتكي من الاصابه لكن الحمد لله موجود. تامر عبد الحميد، الاباني، بشير التبعي، طارق السيد، ضغط على طول من الحاج ضيوف، واعتقد ضربه حره مباشره على الحاج ضيوف وكالعاده بعصبيته طلعها بره. لابد من الحسم من ناصر عباس. فاول مظبوط 100% لصالح مدحت عبد الهادي. اتلعبت طويله، احمد حسام ميدو هو وعمر داف. احمد حسام ياخد رمي التماس، كان مع 5 سليمان دوارة. ادي ستيفان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، هقول لكم على موقفه بالظبط في اول توقف. توصل حازم مقطوعه، طارق السعيد، تامر عبد الحميد، حلوه قوي يتكعبل فيها كده، لكن توصل مره ثانيه من احمد حسن لسيلفان جاي في الشمال ل 10 كامارا عند مامادو، مقطوعه من بشير التبعي لاحمد حسن. ورا خالص الاباني يلعب بثقه وبهدوء وبعقل للسيد عبد الحفيظ. فات حلو قوي سيد، ادى لتامر عبد الحميد، ورا لبشير التبعي. مدحت عبد الهادي، عباس قال لا، بقت هجمه مرتده للمنتخب السنغالي عن طريق امدي فايه، يلعبها عند الحاج ضيوف تطول وتبقى اوت لصالح منتخب مصر. نقل من الدوري الفرنسي الى الدوري الاهم والاقوى والاعلى، دوري الانجليزي مع ليفربول. تعرض لعقوبه حاج ضيوف بسبب عصبيته وتم ايقافه، لكن ما اثبتش بوجوده حتى الان مع ليفربول الانجليزي. هو بيقول ان المدرب بيلاعبني في الجنب اليمين وانا بحب العب راس حربه. ادي واحده من امدي مصطفى فايه للحاج ضيوف، التمريره اي حاجه بالعقل قوي من بشير المتالق هذا الموسم لنادر السيد احمد حسن. لكن ما فيش شك ان عوده السيد عبد الحفيظ بتدي ركيزه وقوه لمنتخبنا الوطني، ربنا بس يحميه من الاصابات. مقطوعه من مدحت ضيوف، وهات وخد تاني بابا ديوب مع الحاج ضيوف والعرضيه، لكن بهدوء وبثقه نادر السيد. حازم، طارق السيد ورا وائل الاباني، اتمنى له التوفيق في تجربته مع منتخب مصر. حازم على طول لسيد، حازم مره تانيه ممكن يرفع وعايز يفوت، لكن المره دي اتضغط عليه حازم وسيلفان جاي. خد سيلفان جاي لعبها على طول لضيوف، الحاج ضيوف، اتضغط من سيد. توصل تاني رمي التماس لصالح المنتخب السنغالي. اتلعبت على طول امدي مصطفى فايه، تقسيمتهم واضحه جدا في الملعب. تاني بوبا ديوب في الجنب اليمين، عمر داف، هجمه سنغاليه. عمر داف كمل، خد مشوار، حط في اليمين على طول لكامارا. تاني تبقى رمي التماس لصالح المنتخب السنغالي. بوبا ديوب حلو قوي. سيلفان جاي، والمره دي مفيش تسلل لكن في الاباني، برافو اباني، وتبقى رمي التماس لصالح منتخب السنغال. بنلعب في الدقيقه 20 اعزائي المشاهدين، التعادل بدون وراه. ياخد تاني الانشط في خط وسط المنتخب السنغالي بوبا ديوب، صاحب اهم واغلى الاهداف السنغاليه والافريقيه في كاس العالم 2002. لمحه من الحاج ضيوف تخبط في رجله تاني، توصل لسيد عبد الحفيظ. مدحت عبد الهادي، الاباني، بشير التبعي، طارق السعيد. بلغه الكوره مخنوقه المباراه، متقفله، مضيقين المساحات، لاعبين بمسيره التسلل، بيخلي الملعب كله حوالي 30 يارده، بيفضي من قدام منطقه جزائه، بيأمن قوي من نص الملعب بالظبط. عشان كده تلاقي منطقه العمليات، منطقه الخطوره قدام منطقه الجزاء صعبه.